السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا المتابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات الميزان بتاريخ 14/1/2026، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج الميزان. على الصعيد العام، النهارده يا ميزان هتحس بطاقة غير عادية جواك، كأن الكون كله بيشدك لقدام وبيحفزك على كل خطوة. كل حاجة حواليك بتلمع بطريقة تخليك مركز على الفرص اللي ممكن تغير حياتك، والأحداث الصغيرة اللي بتحصل ممكن تتحول لمواقف كبيرة لو أخدت خطوة واثقة بعقل هادي. كمان حدثك أقوى من أي وقت، وبيقودك في علاقاتك وفي كل الكلام اللي هتقوله، وهدوءك الطبيعي بيخلي الناس حواليك بيثقوا فيك وبيسمعوا لك بجد. هتحس بحاجة داخلية بتدفعك تعيد ترتيب أولوياتك وتفكر بعمق في اللي انت عايزه، بعيد عن ضغط الناس ومشاكلهم اليومية. النهاردة ممكن تقابل تحديات بسيطة، بس عندك القدرة على التعامل معاها بسهولة وذكاء، وأفكارك واضحة ومركزة أكتر من أي وقت. لحظات النهاردة هتخليك تحس بالسكينة الداخلية، وكأن كل شيء حواليك بيدعمك وبيفتح لك أبواب جديدة. ركز على نفسك وعلى خطواتك الصغيرة الواضحة، وهتلاقي طاقتك الإيجابية معدية لكل اللي حواليك وبتخلي يومك كله متفائل. كمان الأمور اللي كانت محيرة قبل كده هتبدأ تنضج، وهتحس بثقة أكبر في اختياراتك وفي طريقك اللي ماشي فيه. افتح قلبك للأفكار الجديدة حتى لو كانت غريبة عليك شوية، لأنها ممكن تكون مفتاح لفرص لم تكن تتوقعها. النهاردة يا ميزان مناسب جدا للتخطيط وللتواصل مع ناس ممكن يكونوا ليهم تأثير إيجابي كبير على حياتك، وده هيساعدك تحس بالراحة وتكون أكتر انسجام مع نفسك ومع العالم حواليك. كمان اليوم ده فيه فرصة لتغيير طريقة تفكيرك ومزاجك، وهتحس بطاقة إيجابية بتملأ قلبك وعقلك وبتخليك تشوف الحياة بنظرة أوسع وأجمل. أما على الصعيد العملي، النهاردة يا ميزان مهاراتك العملية في أعلى مستوياتها. هتحس بطاقة غير عادية تخليك قادر تواجه أي تحدي بسهولة. شغلك هيمشي خطوة خطوة، وكل حاجة هتعملها بعناية هتحقق نتائج أوضح بسرعة أكبر من المتوقع. كمان حدثك المهني بيقودك لقرارات صحيحة، سواء في التعامل مع الزملاء أو ترتيب أولوياتك، وده هيخليك متحكم في أي موقف يظهر لك فجأة. وهتحس برغبة قوية في التجديد والتغيير في طريقة شغلك. الأفكار الجديدة ممكن تفتح لك أبواب لمشاريع مختلفة أو فرص. لو كنت حاسس يا ميزان بضغوط قبل كده، النهاردة هتقدر تتعامل معاها بطريقة ذكية وهادية، وهتلاقي حلول غير تقليدية كأنك فاهم كل التفاصيل قبل حدوثها. التوازن بين العمل والحياة الشخصية مهم جدا النهاردة، لأن التركيز على نفسك هيخلي أدائك أحسن وطاقتك العملية أعلى. كمان في التعامل مع الزملاء هتحس بعلاقة أفضل من أي وقت، وأسلوبك في التوازن هيساعدك تكسب ثقة الناس حواليك. لو عندك اجتماعات أو مواعيد مهمة هتقدر تديرها بشكل سلس ومرن، وهتخرج منها بانطباع قوي عنك كإنسان يعتمد عليه. النصائح اللي هتسمعها أو الأفكار اللي هتجيلك النهاردة ممكن تكون مفتاح لنجاح مستقبلي، فما تستهونش بأي فرصة تظهر لك. الثقة في نفسك هي سر النجاح يا ميزان، ومهما كانت العقبات هتحس بطاقة داخلية قوية بتدفعك لقدام. خد وقتك ورتب أفكارك واكتب أولوياتك بشكل واضح، وحاول تبعد عن أي مشتتات. النهاردة عندك فرصة لتغيير طريقة شغلك للأفضل بشكل ملموس. أما على الصعيد المالي، النهاردة يا ميزان هتحس بطاقة مالية غير عادية، وكل خطوة مالية تاخدها لازم تكون محسوبة بعناية، لأن القرارات اللي هتاخدها دلوقتي ممكن يكون ليها تأثير طويل المدى. هتلاقي فرص جديدة تظهر لك، سواء كانت مرتبطة بزيادة الدخل أو استثمار جديد، أو حتى فرص لتقليل مصاريفك بطريقة ذكية. التفاصيل الصغيرة هتفرق جدا، وكل فلوس بتصرفها لازم يكون ليها هدف واضح. انت يا ميزان حدثك المالي قوي جدا، هتحس انك قادر تعرف ايه الصح وايه الغلط، وممكن تاخد خطوات جريئة لكن محسوبة بعناية. لو كنت محتاج استشارة او رأي من حد تثق فيه، النهاردة هتلاقي الإجابة واضحة
وهتحس بالاطمئنان قبل أي خطوة. كمان اللي محتاج تدخره أو تخطط له لمستقبل بعيد النهاردة ممكن يكون نقطة انطلاقة ممتازة، لأن هتحس بطاقة داخلية قوية لتنظيم أمورك المالية. ولو في مصاريف غير متوقعة هتعرف تتعامل معاها بسهولة وذكاء، وده هيوفر لك شعور بالأمان والتحكم. الأفكار الجديدة في الإدارة المالية هتخليك تفكر بطريقة مبتكرة، وممكن تلاقي حل لمشاكل مالية قديمة كنت شايفها صعبة. كمان لو في مفاجآت مالية صغيرة خدها بإيجابية، لأنها ممكن تكون بداية لفرص أكبر وأفضل. احرص على ترتيب أمورك المالية وتنظيم أولوياتك، لأن ده هيساعدك في السيطرة على أي تطوير غير متوقع. وفي نهاية اليوم يا ميزان هتحس إنك عملت خطوة مهمة وثابتة نحو استقرارك المالي، وكأنك بدأت ترسم خريطة طريق واضحة للي جاي. أما على الصعيد العاطفي، النهاردة يا ميزان هتحس بموجة مشاعر قوية جواك، كأن قلبك بيطالبك تاخد خطوة جديدة في علاقاتك. لو انت مرتبط هتحس بقرب غريب بينك وبين شريكك، وكأنكم بتفهموا بعض من غير ما تتكلموا. الكلام واللمسات الصغيرة هتبني لحظات خاصة متميزة، وهتحس ان اي خلاف سابق ممكن يتحول بسهولة لو اتكلمتوا بصراحة وهدوء. ولو انت لسه عازب، النهاردة ممكن يكون يوم مليان مفاجآت رومانسية. حد قريب منك ممكن يظهر لك مشاعر كان محتفظ بيها قبل كده، وهتحس بطاقة غريبة تجذبك اتجاه شخص معين. حاول تفتح قلبك للفرص الجديدة، وخليك صريح مع نفسك قبل أي حاجة، لأن الصراحة هتخليك تعرف مين الشخص المناسب ومين يكون مجرد مرور في حياتك. النهاردة مناسب كمان للتعبير عن مشاعرك بطريقة مختلفة، سواء برسالة قصيرة أو مكالمة مفاجأة أو حتى لقاء عفوي. أي حركة صغيرة هتحسسك بالارتياح والفرحة. ولو في مشاكل أو سوء تفاهم، النهاردة هتحس بطاقة صلح ومصالحة طبيعية، وده هيوفر لك شعور بالأمان العاطفي والاستقرار النفسي. مشاعر الحب والحنان هتظهر بوضوح في كل تصرفاتك، وممكن تشعر إنك عايز تخلي الشخص اللي بتحبه يحس بكل اهتماماتك، واهتماماتك بالتفاصيل الصغيرة. كمان النهاردة يا ميزان مهم جدا تبين مشاعرك بصدق، وتدي إشارات واضحة عن نيتك، لأن الطاقة العاطفية حواليك قوية جدا وبتأثر على كل تصرفاتك. هتحس إن قلبك أخد نفس جديد، وهتكون قادر تشوف الأمور العاطفية من زاوية مختلفة، كأنك بدأت صفحة جديدة مليانة توازن وصدق ومودة. أي خطوة عاطفية هتاخدها النهاردة مهما كانت صغيرة هتسيب أثر كبير، وهتخلي علاقتك أقوى وأكثر وضوحا. أما على الصعيد الصحي، النهاردة يا ميزان جسمك محتاج انتباه خاص. الطاقة حواليك محتاجة تنظيم وتوازن أكتر من أي وقت فات. حاول تركز على نومك كويس حتى لو ضغط الشغل أو مسؤوليات كبيرة، لأن النوم هو اللي هيديك قوة حقيقية ومزاج أفضل. التغذية مهمة جدا النهاردة، حاول تختار أكلات تمنحك طاقة بدون ما تتقل على جسمك، خصوصا الخضار والفاكهة الطازة. هتحس بفرق واضح في نشاطك وصحتك النفسية. كمان لو حاسس بتوتر أو ضغط داخلي، خد شوية وقت لنفسك واعمل رياضة خفيفة وتمشى شوية. ده هيساعدك بالراحة وتخف أي ضغط على قلبك وعقلك. النهاردة جسمك محتاج اهتمام أكتر من أي حاجة يا ميزان، فخلي كل خطوة صغيرة فيها اهتمام بصحتك. ممكن كمان تحس بطاقة غريبة حواليك. أي شعور تعب أو إرهاق نفسي له تأثير مباشر على جسمك، فخلي بالك من إشارات جسمك قبل ما أي حاجة تكبر. لو في صداع أو إجهاد عضلي، حاول تعالج الموضوع بطريقة طبيعية زي كمادات دافية واشرب مية كتير، وده هيساعدك تحافظ على نشاطك طول اليوم. النهاردة فرصة كمان لتجربة نشاط جديد أو روتين صحي مختلف حتى لو بسيط، زي تمارين صباحية خفيفة أو تغير طريقة ترتيب يومك. التجارب الجديدة هتديك إحساس بالتحكم والسيطرة على صحتك، وهتحس إن جسمك وعقلك متوازنين أكتر، وإنك قادر تواجه أي تحديات بسلام. والطاقة حواليك بتتوازن، وهتحس براحة حقيقية مش بس جسمك لكن كمان نفسيتك. اليوم مناسب لأنك تدرك أهمية العناية بنفسك قبل أي حاجة، وهتحس بالفرق في كل نشاط تقوم بيه. أما على الصعيد الدراسي،
النهاردة يا ميزان دماغك صاحية وطاقتك مركزة، وكل فكرة عايزة تطلع للنور. حاول تستغل اليوم ده في ترتيب أولوياتك الدراسية بطريقة ذكية، مش بس تعمل أي حاجة وخلاص. الدروس اللي محتاجة مجهود منك خدها الأول، والسهل خليه بعدين. ده هيساعدك تحس بتقدم سريع وتقلل إحساس الضغط والتوتر. لو عندك امتحان جاي أو مواعيد تسليم مهمة، ركز كويس على التفاصيل الصغيرة، لأن الانتباه للتفاصيل النهاردة هيفرق معاك جدا، وممكن تحل أي مشكلة كانت مأثرة على دراستك الفترة اللي فاتت. حاول كمان تعمل جدول صغير حتى لو بسيط يظبط لك اليوم من أول الصبح لآخره. ده هيساعد دماغك تشتغل بانتظام، وتقلل الفوضى اللي ممكن تحس بيها. لو حاسس بالكسل أو الرغبة في التأجيل، حاول تحفز نفسك بكلمات زي مثلا أنا قادر على إنجاز المهمة دي، وابدأ بخطوة صغيرة حتى لو دقيقة واحدة، وهتحس بالفرق في النشاط الذهني والقدرة على الاستمرار. النهاردة فرصة كمان لتجربة طرق جديدة في المذاكرة أو تنظم الوقت، زي تقسم الدروس لمراحل قصيرة. ده هيساعدك تحس بالإنجاز وتقليل الملل. هتحس إنك عملت تقدم حقيقي في دراستك، وإن دماغك انتظمت وشحنت الطاقة المطلوبة. وده مش بس هيخليك جاهز لأي امتحان، لكن كمان هيديك إحساس بالسيطرة والنجاح، اللي هيخلي كل نشاط دراسي بعد كده أسهل. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا ميزان. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.